يا دكتور انا ركبتي فيها خشونه وما بعرفش امشي والمفصل بيوجعني وطلوع ونزول السلم مؤلم جدا، ولو قعدت شويه وجيت اقوم احس بوجع، ولو اتحركت شويه اجي امشي احس بوجع، وانا عارفه ان انا عندي خشونه وغلبت فيها، اعمل ايه؟ يا ست الكل، ان في الغالب الشكوى دي بتبقى بتاعت الستات. اكبر مشكله في علاج الخشونه هو ان عضلاتك ضعيفه. يعني ايه الكلام ده؟ عشان نعرف نمشي ونطلع السلم ونتحرك، الحركه دي بتحصل يا اما على عضله الفخذ اللي هي عضله الفخذ الاماميه، العضله الكبيره دي، يا اما على مفصل الركبه. لو العضله قويه المفصل يبقى مرتاح، لو العضله ضعيفه الحمل كله يبقى على المفصل. بالظبط زي ما يكون عندك واحده بتساعدك في البيت وهي كسوله، فكل الشغل على راسك انت، غير لما تبقى واحده نشيطه ممكن تديكي فرصه انك تريحي شويه. فكل ما كانت عضلات الفخذ كسوله وضعيفه وما بتشتغلش وما بتقواش، كل ما كان الحمل كله على مفصل الركبه. والعكس بالعكس، لو العضلات قويه وبتتمرن باستمرار وشغاله باستمرار المفصل يبقى مرتاح. وخدي بالك شغل البيت ما بنعتبروش تمرين، ده مجهود لكن مش تمرين. طب ايه اشهر تمرين واسهل تمرين؟ انك تفردي رجليك للاخر، تاخدي وش رجليك عليك وترفعي رجليك لفوق وهي مفروده، وعدي 10 عدات على سبيل المثال، اعمليهم بعد كل صلاه. 10 عدات هياخدوا منك قد ايه؟ 10 ثواني مثلا، 20 ثانيه ولا حاجه. بعد كل صلاه يعني 50 عده في اليوم. لو فضلت تكرريهم لمده شهر هتحس بفرق كبير. طيب الحاجة التانية اللي ممكن يساعدك في التمارين، دكتور علاج طبيعي او دكتورة علاج طبيعي تروحي له يحفظك التمارين اللي تعمليها على الركبة. الحاجة التالتة الجيم. الحاجة الرابعة اي رياضة زي السباحة مثلا، تتمشي في المية اللي بيقولوا عليه العلاج المائي. كل دي طرق لتمارين تعمليها في البيت. المهم لازم التمارين تتعمل في البيت. عشان اقرب لك المعلومة اكتر ممكن نقول الموضوع بشكل تاني، من كل 10 عيانين بشوفهم في العيادة بيشتكوا من ركبتهم، واحد بس او 2 اللي عندهم مشكلة بجد في المفصل، انما ال9 الباقيين او ال8 الباقيين دول بيشتكوا من ضعف في العضلات، دي المشكلة الاساسية ومزودة لهم خشونة الركبة. فبالتالي نقوي العضلات ونديهم علاج للخشونه، العيان بيرتاح ومن غير حقن، من غير بلازمه، من غير تغيير مفصل، من غير كل الحاجات اللي بنقول عليها دي. طبعا الكلام ده مش معناه ان مفيش حالات بتبقى درجه متقدمه عاليه ما ينفعش معاها غير تغيير المفصل، لا طبعا، بس احنا بنتكلم على الغالب الاعم. خلاصة القول، قوي عضلات ركبتك بالطريقه الاسهل ليكي. المهم في النهايه ما تسيبيش عضلات ركبتك ضعيفه، لان كل ما العضلات ضعيفه المفصل تعبان وبيشتكي منك. افتكر انك هتعيش مرة واحدة، حاول تعيشها بصحة وسعادة على قد ما تقدر. افتكروا دايما ان الامل موجود، والسلام عليكم.